مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم نيو هورايزنز، القناة اللي كتحاول تواكب جميع تطورات الملاعب المغربية والبنية التحتية بالمملكة المغربية الشريفة. موضوعنا اليوم هو إلى أين وصلت أعمال ملعب مولاي عبد الله وآخر مستجداته. ولكن قبل البداية أصدقائي ما تنسونا بدعمكم للقناة بالاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ويلا بينا خوتي نبدأوا على بركة الله. أهلا بكم. النهاردة معانا مصدر مهم جدا، هو فيديو بيوثق اللحظات الأخيرة يعني شبه النهائية في تجديد ملعب مولاي عبد الله بالرباط. اللي بنشوفه ده كأنه فعلا خط النهاية المشروع الضخم، وإحنا هنا عشان نحاول نفهم إيه اللي ورا الصور دي. أول حاجة بتلفت النظر فورا هي الواجهة الخارجية للملعب، يعني عملية تغليف المدرجات دي كأنها اكتملت تماما، صح؟ وآخر اللوحات ركبوها خلاص. التصميم باين عليه عصري جدا، بس إيه اللي بيميزه يعني فنيا أو جماليا مقارنة بملاعب تانية حديثة شفناها؟ صحيح، هو الشكل عصري جدا، وده ماشي مع الاتجاه العالمي دلوقتي في تصميم الملاعب الكبيرة. النقطة مش بس في الشكل، لا، المهم كمان المواد اللي استخدموها. الأغلب إننا بنتكلم هنا عن ألواح، يعني ألواح مركبة، ممكن تكون ألومنيوم أو حاجة شبه كده. دي بتجمع بين إنها خفيفة الوزن وفي نفس الوقت بتقاوم العوامل الجوية المختلفة، وده مهم قوي للاستدامة وللصيانة بعدين. والأهم من ده كله، بتدي هوية بصرية واضحة وموحدة للملعب ككل. ذكرت نقطة المواد، وده بيخليني أفكر في جودة التنفيذ بقى. الفيديو بيظهر إن الورشة نفسها هادية دلوقتي، فيه هدوء ملحوظ مقارنة بالصور والفيديوهات اللي فاتت. هل ده معناه إن الجزء الصعب فعلا الجزء المعقد تقنيا خلاص؟ إلى حد كبير نقدر نقول كده. الهدوء ده معناه إن الأعمال الكبيرة الإنشائية الضخمة زي تركيب الواجهات المعقدة دي وتجهيز المدرجات نفسها أغلبها اكتمل. الشغل ده بالذات، يعني تركيب الواجهات الحديثة والهياكل اللي بتسندها، ده محتاج فرق فنية متخصصة جدا عندهم خبرة عالية قوي، مش بس بناء عادي. فلما نشوف الموقع دلوقتي في مرحلة التنظيف والترتيب النهائي، دي علامة قوية جدا كمان إن التسليم قرب قوي. تمام، يعني التركيز دلوقتي بقى على التفاصيل الصغيرة، التشطيبات النهائية، التنظيف، ترتيب المعدات وكده. وحتى حوالين الملعب المكان بقى منظم أكتر بكتير، الحواجز المؤقتة اتشالت، المعدات التقيلة مش موجودة. فهل ده بيأكد إنه خلاص الملعب بقى جاهز تقريباً إنه يستقبل الماتشات الكبيرة والأحداث اللي بنسمع عنها دي؟ بالظبط، ده الاستنتاج المنطقي والطبيعي جدا. لما نوصل للمرحلة المتقدمة دي اللي الشغل فيها كله تشطيبات وتفاصيل نهائية، ده معناه إن الهيكل الأساسي، الواجهات، المدرجات، كلها بقت جاهزة وظيفياً. فدي إشارة واضحة إن الملعب هيكون قادر يستضيف الماتشات والمواعيد الكروية الكبيرة قريباً. وده ماشي تماماً مع الكلام عن استعداد المغرب لاستضافة بطولات قارية ودولية. طيب، ولما بنتكلم عن المعايير الدولية، الكلمة دي ساعات بتبان عامة قوي. يعني إيه بالظبط معايير دولية في سياق ملعب زي ده اتجدد بالكامل؟ لا، هي مش كلمة عامة ولا حاجة، دي تفاصيل دقيقة جدا. المعايير الدولية زي مثلا اللي بتحطها الفيفا للملاعب اللي من الفئة العالية بتحدد حاجات محددة قوي. يعني مثلا مساحة الكرسي نفسه، الراحة في الجلوس، سهولة وسرعة الإخلاء لو حصل طوارئ لا قدر الله، جودة الإضاءة عشان البث التلفزيوني ال HD وال 4K، المرافق المخصصة للاعبين، للإعلاميين، حتى متطلبات الاستدامة البيئية. فتحقيق كل المعايير دي هو اللي بيخلي الملعب ده مؤهل إنه يستضيف بطولات كبيرة زي كأس الأمم الأفريقية أو حتى ماتشات في كأس العالم. تمام، يعني الصورة الكبيرة اللي بتتكون عندنا هي إن المغرب مش بس جدد ملعب، لأ، ده جهز بنية تحتية رياضية متكاملة بأعلى المستويات المطلوبة في العالم كله. بالظبط كده، المشروع ده أكبر من مجرد عملية تجميل أو تحديث، ده جزء من رؤية أشمل، رؤية لتعزيز البنية التحتية الرياضية في المغرب كله. والنجاح في إنهم ينجزوا مشروع بالحجم ده وبالمواصفات دي، فده بيعكس قدرة حقيقية على التخطيط والتنفيذ. وده شيء أساسي طبعاً في ملفات استضافة البطولات الكبيرة، يعني دي رسالة ثقة للمنظمات الرياضية الدولية. تمام،
يبقى خلاصة اللي شفناه النهاردة هي إن ملعب مولاي عبد الله مش بس قرب يخلص، لأ، ده بقى بيمثل نقلة نوعية حقيقية في البنية التحتية الرياضية المغربية، جاهز للمعايير الدولية ومستعدة للأحداث الكبيرة. وده بيودينا لنقطة أخيرة ممكن نفكر فيها للمستقبل. بعد ما التجديد يخلص تماماً وتبدأ الأحداث والماتشات، في سؤال أهم على المدى الطويل. السؤال هو: إزاي المنشأة الحديثة دي ممكن تتجاوز دورها كمجرد ملعب للماتشات الكبيرة وتتحول لمحرك حقيقي لتطوير الرياضة نفسها على المستوى الوطني والمحلي؟ إزاي ممكن تساهم بشكل مستدام في حياة المجتمع اللي حواليها؟ ده هو التحدي اللي جاي. فعلاً نقطة مهمة جداً تستدعي التفكير. بكده نكون أخدنا لمحة معمقة عن اللي بيحصل في ملعب مولاي عبد الله ومعنى التقدم ده. شكراً على المتابعة.